السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه بالقشطه بطريقه سهله. هنعمل كمان البسبوسه اللي هي معلبه جاهزه خالص. اول حاجه عندنا صينيه هندهنها سمنه، وبعد كده هنركنها لغايه ما نعمل البسبوسه بطريقه سهله خالص. مش هتاخد معاكي 5 دقايق عمال. هنا ركنت البسبوسه، جبت طبق بقى غويط او بوله، ونزلت. انا بستخدم النوع ده، هستخدم النوع ده النهارده بالقشطه جاهز. ومسكت كيس البسبوسه الجاهز وفضيته في البوله، وهنزل عليه بمعلقتين من السمنه. وبعد هقلب كويس قوي السمنه مع البسبوسه لغايه لما البسبوسه كلها تتشرب في السمنه. بعد كده نزلت بكيس البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر. بس كده قلبتها تقليبه بسيطه، ونزلت بكيس فانيليا بيديها طعم وريحه حلوه قوي. ونزلت بكوبايه من الزبادي الصغيره بس. وهحط كمان بتاع ربع كوبايه ميه. بس كده. انا بحب العجينه تبقى لينه شويه كده، وكمان ما بعجنش فيها كتير خالص. البسبوسه ما تتعجنش فيها كتير. الصينيه بقى اللي انا دهناها ونزلت بيه الخليط بتاع البسبوسه، وهبتدي اسويه كويس قوي. انا هنا غلطت غلطه، هقول لكم هي ايه عشان ما تغلطوهاش. هقول لكم هي ايه لما اوصل لها. هنا بشويه ميه كده، جبت شويه ميه وفضلت اعص ايدي واساوي الوش، لان الوش مش هيتساوي معاكي بايدك كده بس. لا، عصي صوابعك كده شويه ميه وحاولي ساوي وش البسبوسه، او اهبديها هبدتين على الرخامه وخلاص على كده. بس هنا كانت اتساوت معايا وكان شكلها حلو قوي اهو. حدتين كده، شايفين استوت ازاي؟ جبت بقى ايه الغلطه اللي انا غلطتها؟ جبت الفول اللي انا المحمص ده، الفول السوداني، ورحت ايه حطيته على وش البسبوسه، بس دوست عليه وانا بحطه. فلما البسبوسه نفشت في الفرن تمام، هي بتعلى شويه، فراح الفول السوداني ده لما البسبوسه استوت ما بانش على الوش. فدي غلطه انا غلطتها. تمام. بس كده. هنا رصيت طبعا الفول السوداني بالشكل اللي انا عايزاه. بس انتوا بقى لو هترصوه رصوا واقف، او ما تدوسوش عليه جامد في البسبوسه. بس كده. طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 200 ودخلتها فيه. هنا هنعمل ال اسمه ايه هو القشطه. هنا كان معاه كيس قشطه، رحت حطيت الكيس كيس، وانا كان عندي كيس حطيته معلقتين كريم شانتيه على القشطه دي. ونزلت عليها بنص كوبايه او تلات ارباع كوبايه ميه ساقعه او متلجه، وضربتها كويس جدا بالمضرب الكهربائي عندك لغايه لما بقى قوامها تقيل، عامل زي ايه؟ قوامها تقيل خالص، بقى عامل زي الكريم شانتيه. هفضل اضرب كويس قوي لغايه لما قوامها يتقل معايا. بس طبعا مش هتتحط على البسبوسه دلوقتي خالص، هتتحط بعد ما البسبوسه تبرد تماما. لازم البسبوسه تبرد تمام. بعد كده تتحط القشطه دي او الكريمه دي، وتتحط في التلاجة، وتبقى عشان تمسك كويس قوي على اي قطعه. تمام. هنا كانت مسكت الكريمه معايا، وكان تقلت معايا، وكان كده جاهزه. تمام. كده فاضل معانا حاجة واحدة بس، اللي هي الشربات. الشربات سهل جدا بس بيبقى سخن، والبسبوسة سخنة. هنا حطيت كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. تمام. ونص ليمونة. بسيبهم ما بقلبش فيها دلوقتي خالص، بستنى لغاية ما تبتدي تغلي، بديها تقليبة بسيطة واسيبها تغلي لمدة من 5 دقايق ل7 دقايق، وكده الشربات بتاعي بيبقى جاهز. تمام. تمام. ما بتأخرش خالص على النار، اخرها 7 دقايق او 5 دقايق زي ما انت تشوفيها قدامك. بس كده كده الشربات كمان هيبقى جاهز ان شاء الله. اهم حاجة الشربات يبقى سخن والبسبوسة سخنة عشان تطلع معاكي مفرولة وحلوة. هوريكم بقى البسبوسة. شايفين الفول السوداني مش باين اصلا. هنا بقى بسقيها بالشربات السخن، وهي كانت سخنة. بسقيها كويس قوي بالمنظر ده كده. طول ما هي بتشرب الشربات كده يبقى تعرفوا ان هي ناجحة. شربتها الشربات كويس قوي. وبعد كده سبتها تبرد تماما قبل ما احط الكريمه. يعني سبتها ممكن مش اقل من 3 ساعات، كانت بردت خالص.
وبعد كده جبتها بقى عشان احط عليها الكريمه دي بعد ما بردت، ما كانتش سخنه خالص عشان الكريمه بتاعتي ما تبوظش وتسيح. هنا بقى حطيت الكريمه وسويتها كويس قوي على الوش، وحبيت ازينها شويه كده. كان عندي كام حته كريز، تمام، وهبتدي ازينها بيها. هوريكم دلوقتي ازاي. هنا بفرد الكريمه كويس قوي، وبحاول اسويها على قد ما اقدر على الوش البسبوسه بالطريقه دي. تمام، شايفين شكلها بقى حلو. هي شكلها كده ما يبانش ان هي بسبوسه، بس هوريكم دلوقتي. حتى هنا مسحت الطروف كده عشان تبقى منظر الصينيه حلو. هنا قطعتها، تمام، عشان برضو يبان عليها شويه كده هي بسبوسه. قطعتها بالشكل اللي انت عايزاها، سمبوسك، عايزاها مربعات، عايزاها اي حاجه، مثلثات اللي انت حباه قطعيه بيها. هنا كان شكلها قبل ما احط الكريز، لقيت كام حته كريز رحت قطعتهم صغير قوي، وفضلت ان انا ارص عليها. بس انا هوريكم حته الاول خالص. شايفين شكلها جميل جدا. تمام، دي كمان قبل ما تمسك اصلا كمان في التلاجة. هنا بقى لقيت بقول لكم كريز. هنا بقى بحاول اسوي كده عشان تبقى منظرها برضو زي ما هي. بس كده. هنا بقى جبت الكريز وقطعته صغير، وحاولت ان انا ارصه على القطعه اللي انا مقطعاها الصغيره بتاعه البسبوسه. على كل مربع كده حطيت حته. وبعد كده خلاص كده بقت جاهزة معايا، وبألف هنا وشفا، وكان طعمها حلو جدا. انا بفضل ان انا بحب اعمل البسبوسة الجاهزة بصراحة. مش عارفة، السميد برضو عادي بعملها، بس لا بحب اللي انا بعملها جاهزة. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدوسوا لايك للفيديو.